انت شايف برضه وجهة نظرك ان ده الصح وان ده اللي المفروض يتعمل؟ انا ربنا اللي هيحاسبني، مش الجماهير اللي تحاسبني، انا ربنا اللي هيحاسبني. فلازم اقول كلمه حق. انما يعني في الاوضه اقول حاجه واطلع على قدام الكاميرا بقى اقعد اعمل لك كده واقول لك لا انا. طب امبارح انا سالت ابو الدهب قلت له انت لو مكان صلاح توافق على العرض بتاع السعوديه ولا ما توافقش؟ قال لي لا 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 ما وافقش. انت توافق يا كابتن ولا ما توافقش؟ انا بالنسبه لي صلاح لا انا انت لو مكانه واتعرض عليك المبلغ اللي عرضه اتحاد جده ده وانا مثلا في ليفربول مثلا وكده لا خلاص اقعد في ليفربول. انت قدمت خلاص لا معلش بس بص اقول لحضرتك على حاجه. كده بعد 3 4 سنين صلاح هيرجع على السعوديه. مين قال لك؟ يعني انا مين قال لك يا كابتن؟ انا اللي بقول لك، يعني انا بقول لا ده لو تفكير انا لو تفكير انا هقعد انا استفاد اكتر حاجه في اوروبا. حلو. لان انا عارف ان انا رايح العب كره خلاص بقى، يعني مش يعني اتفرج على صلاح النهارده الجونين هو اللي عاملهم. واخد بالك؟ انما انت هناك لما هتيجي تلعب وهتجيب 10 تجوان في السعوديه عادي، انت هتلاعب فرق مش كلها بقوه الدوري يعني بنزيما لما راح ولا يا عم كريستيانو ولا بص يعني بنزيما بيبقى كل واحد وله تفكيره. هو صلاح ايه اللي نجحه؟ نيمار يعني برضه اسماء ماشي. نيمار قفلت في وشه خلاص. ما امبابي مش عايزه وهو كمان الجماهير مش عايزاه، واخد بالك؟ وبقاله فتره يعني مش في مستواه اللي احنا عارفينه. فهو بقى كل واحد بيقول لك ايه الم قرشين. انما انا من وجهه نظري لا، صلاح يفنش في اوروبا كمان سنتين وبعد كده بقى يبقى، لان كده الدنيا اعداله يعني. شايف ان ممكن فرصه انا بقول لك هيخسر كتير لو راح السعوديه. هو طبعا هو الفلوس بس يكفي ان انت بتتفرج على الدوري الانجليزي عشان صلاح او ليفربول بالاخص. طبعا لا احنا اصلا كده بنتفرج على الدوري الانجليزي يعني. والله ابدا، يعني انا بالنسبه لي ما يعني النهارده وبتفرج بصوت، انا ما كنتش اعرف النهارده ان ليفربول هيلعب غير في اخر ربع ساعه بتفرج وهم مغلوبين 1-0 ومطرود منهم واحد، فقلت الاستحاله انها يتعادلوا. فالمردود هنا غير لما يلعب في السعوديه. المستوى هنا غير لما يلعب في. تفتكر ابو الدهب كان بيقول كده بس ولا ايه؟ يعني لو جاله الفلوس دي هيوافق ولا مش هيوافق؟ لا ابو الدهب هيرمي اي حد انت عارف. انت عارف. لا 1000 جنيه زياده. لا ابو ده لا. انما انا بالنسبه لصلاح لا، انا عايزه كمان سنتين 3 واخد بالك؟ اي نعم مش هياخد احسن لاعب في العالم بس يكفي ان هو ممكن يلعب السنه دي. بس كده خلاص صلاح بقى فرص التواجد في اي دوري تاني او نادي تاني في اوروبا خلاص هو ليفربول. لا خلاص يعني ولا هو الدوري الاسباني ولا ريال مدريد هيمشي من هناك على السعوديه. بس بقى امتى الله اعلم. بس انا من وجهه نظري لا، خليه لغايه اخر لحظه هناك في ليفربول، لان الاستفاده كمان لمنتخب مصر. خلي بالك يعني كل الاحترام طبعا للدوري السعودي وحاجه محترمه جدا ان هو يجيب نجوم العالم، بس صلاح لسه في عزه. يعني لسه واقف على رجله، يعني لسه قدامه مثلا 3 4 سنين عقبال ما تقول بقى ايه يبقى زي بنزيما وزي كريستيانو. ما الناس دي مشيت بعد قد ايه كام سنه يعني. واخد بالك؟ تمام. انما الناس التانيه اللي هي بقى فورميني والكلام اللي هو 31 و30 سنه والكلام ده، ما هو ده عشان ما لهمش اكل عيش في اوروبا. فقال لك ناخد فلوس وهم برضه عندهم شويه تفكير مختلف. احنا برضه كمصريين عايزين نحقق نجاحات. هو بياخد طبعا صلاح حقق فلوس وحقق نجاحات، لكن هو عايز يكمل النجاحات شويه بشكل معين ممكن يكون. ما انا بقول لك ممكن يكون عايز يبقى احسن لعيب في العالم.